بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيكم العافية متابعين الحلوين، ورجعت لكم بوصفة خطيرة. هي وصفة جديدة ورائعة وتستحق التجربة، وهي منكي بريد أو خبز القرد. بصراحة ما بعرف سبب التسمية، بس طعمها طعم خبز السينمان، بس بطريقة عصرية شوية، أو فينا نحكي مودرن شوي. أوكي، تعالوا معايا نشوف مقادير وصفتنا. راح نحتاج كوب من الحليب، راح أضع عليه ملعقة كبيرة من الخميرة، وراح أضع عليه ملعقة صغيرة من السكر وملعقة صغيرة من الفانيلا، وأخلط مع بعض وأتركهم جانبا حتى تتفاعل الخميرة. في بولة عندي راح أدخل 4 أكواب من الطحين متعدد الاستعمالات، وراح أضع عليه 4 ملاعق كبيرة من السكر، وهنا راح أضع عليه ذرة أو رشة ملح. راح أحرك الجميع مع بعض. راح نحتاج بيضتين، وراح أحتاج باكيت زبدة صغير، أو فينا نستخدم آه، معلقتين من الزبدة. طبعا أنا هنا سيحتهم بالميكروويف. خلطت الجميع مع بعض، وراح ألم العجينة هنا باستخدام الحليب المخلوط مع الخميرة. هون راح استخدم ايدي وألم العجينة مع بعض. هون لميت العجينة وأصبحت عندي عجينة طرية. هون دهنت إيدي بشوية زيت ودهنت العجينة حتى لا تلتصق بالجار، وغطيتها لترتاح لمدة 10 دقائق عبين ما أعمل خليط التغطية والصوص. هون رح أبلش بخليط التغطية اللي رح نغلف فيها العجينة. هنا وضعت كوب صغير من السكر مع ملعقة كبيرة من القرفة، حركت الجميع مع بعض، وهيك بتكون عندي خليط التغطية جاهز. وهلأ رح نعمل صوص الكراميل في مقلاة على النار. رح أضع فيها كوب من السكر، عبين ما يتكرمل راح أضع تقريبا معلقتين كبار من الزبدة، وأحرك الجميع مع بعض حتى تذوب الزبدة. وراح أحضر كوب من الحليب، طبعا حطيت فيه ظرف كريمة، فيكم تحطوا حليب مع قشطة أو تكتفوا بالحليب لحاله، بس أنا هون حطيت كوب حليب مع ظرف كريمة وحركت الجميع مع بعض. وراح أضيف له تقريبا ملعقة كبيرة نشا مذابة بربع كوب من الماء، ونخلط الجميع مع بعض حتى يغلي، وهيك أصبح عندي الكراميل جاهز. راح أستخدم قالب مفتوح من النص، وراح أدهنه بملعقة كبيرة من الزبدة. وهون أصبح عندي جاهز القالب. نروح للعجينة. راح أقسم العجينة إلى نصفين، وأقطع النصف إلى قطع أصغر، وراح أكور العجينة على شكل كرات صغيرة. راح أخلص المقدار حتى الحصول على كرات صغيرة بهذا الشكل. في القالب راح أضع قليل من الكراميل، وراح أدهنه بالكراميل بهذا الشكل في القاع بس. وهون راح أدحرج كرات العجين بخليط التغطية وأضعها بالقالب لحتى أخلص المقدار كله بهذا الشكل. لما أخلص المقدار راح أضع على وجه الكرات مغرفة كبيرة من الكراميل، وأغطي القالب بالراب فود أو بصينية لمدة ساعة حتى تخمر العجينة. وهون بعد ما وضعتها بالفرن راح تاخد عندي نص ساعة بالفرن. لما طلعت من الفرن طبعا خليتها لحتى تبرد، وبعدين قلبتها. بصراحة شكلها كان كتير رائع وطعمها كتير طيب. وهيك وصلنا لنهاية وصفتنا،
ولا تنسونا من اللايك والشير وتشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل شي جديد، وإلى اللقاء في وصفة جديدة. مع السلامة.